هو ده تجربته ملخصه الفيلم. فيلم الصراحه صدمت بشكل كبير، وكان تجربه رائعه ومذهله. الفيلم بطولة كل من جون ديفيد واشنطن ومادلين يونا وجيما تشان، ومن إخراج جاريث إدوارد، ومن كتابته هو وكريس وايتزمان. قصة الفيلم بتتكلم عن تطور الذكاء الاصطناعي، ولكن ما بعد حادثة الضربة النووية في لوس أنجلوس في أمريكا في المستقبل البعيد، والتي وصلت ضحاياها المليون فقيد. وأصبح على الجيش الأمريكي مهمة مطاردة الذكاء الاصطناعي في أنحاء العالم كله قبل محاولة صنع السلاح القاتل ألفا. الفيلم مصنف معانا مغامره واكشن ودراما، وركز قوي على العامل ده بالنسبه لي، وطبعا مدته معانا ساعتين و13 دقيقه، ويصلح لاعمار 13 سنه. طيب انا حابب اجي من ورا شويتين في المقدمه بتاعتي عن الفيلم ده، وان كان المقدمه مش هيكون لها علاقه بالفيلم بشكل مباشر، ولكن انا حبيت الصراحه اجد منها كمدخل للموضوع بتاعنا عشان نتكلم عن الفيلم بشكل عام ونحاول نربط الامور ببعضها، وان كان زي ما قلت لك ممكن ما يكونش ليه علاقه بشكل كبير. لو انت شخص مهتم بعالم الافلام والمسلسلات، عندك فكره او معلومه او خبر او هيدلاين قريته في اي منصه إن كانت ان انت في حاليا في هوليوود في الولايات المتحده الامريكيه في اضراب للكتاب وممثلين معانا، واللي بالمناسبه خلال الايام اللي فاتت انتهى اضراب الكتاب في اتفاقيه ما بين الاستوديوهات ونقابه الكتاب، وخلال الايام او الساعات القادمه او الاسابيع هنسمع عن انتهاء اضراب الممثلين بعد تقريبا شهرين او 3 من وقف الحال تماما في صناعه الانترتينمنت، في صناعه السينما والدراما، واللي كان هتسبب خطوره كبيره على سنه 2024 انها تكون خاليه وفاضيه تماما. ولكن الصراحه يعني الحال انصلح، وده هنشوف على مدار تاثيره على مدار الايام القادمه طبعا ان شاء الله. طيب خطوره الذكاء الاصطناعي. خطورة الذكاء الاصطناعي في العالم الحالي وفي الوقت الحالي، خصوصا في صناعة زي صناعة الترفيه وعديد من الصناعات، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي عن صناعة الترفيه زي الافلام والمسلسلات، الفن بشكل عام، وازاي ممكن على سبيل المثال على ناحية الكتاب اللي هو اساس اي عمل بيبتدي من ناحية الكتابة، من ناحية القصة، من ناحية السيناريو والحوار، واللي بعديها بيجي معاها عديد من الوظائف. طيب ازاي ممكن تضحي بشغلانة فيها مئات والاف الوظائف من ناحية الذكاء الاصطناعي هو اللي بيقوم بالمهمة كلها؟ او من ناحية الممثلين ازاي ممكن تستغل وش ممثل اللي هو اصلا اساس لقمة عيش الممثل، من وشه، من تعبيره، من ردة فعله، من الاحاسيس اللي بتوصل لنا من تمثيله اللي هو مبني على اساس وشه. انا لقمة عيشي في وشي، زي من ناحية الكتاب انا لقمة عيشي في كتابتي. فاهم الفكرة وفاهم المغزى وفاهم المعنى اللي بحاول اقوله لك؟ ازاي ممكن خطورة الذكاء الاصطناعي خصوصا لما الممثل ده يتوفى او يرحل معانا يكون في عقود استغناء بشكل ما الاستوديوهات ماضيها مع الممثلين دول، ان انت في حال وفاتك سواء العمل مثلا في نص انتاجه او العمل ده مستمر معانا مش عايزين نوقف عمليه الانتاج بشكل كبير، فهنستغل وشك على مدار السنوات بقى، ومفيش اي اتفاقيه او ترخيص او قانون ممكن يعترض معانا بدل انت وقعت على الاتفاقيه دي. خطوره بشكل كبير جدا، خصوصا لو ممثل وقع عليها او حتى لو كان عايش معانا، وفكره ان الاستوديوهات بتستخدم وشه باي شكل ما كده انت بتضحي بمئات والاف الوظائف بشكل كبير. وده ممكن مثلا نكون لاحظناه على حاجه مثلا زي مسلسل مارفل الاخير، مسلسل سيكريت انفيجن. ازاي المقدمه والانترو بتاع مسلسل سيكريت انفيجن كان معمول بالذكاء الاصطناعي، وكان شكله قبيح جدا. على فكره المعلومه دي انا عرفتها بعد ما المسلسل خلص، وفعلا كان الانترو شكله قبيح. فدي حاجه حبيت اذكرها في بدايه الفيديو عشان اجد منها كمدخل في موضوعنا في فيلم النهارده. طب ارمي الكلام ده كله على جنب للامانه، لكن الفيلم ده اخترع عالم جميل جدا جدا، وعالم مؤثر، وعالم فيه احاسيس بشكل كبير. العالم اللي انت الذكاء الاصطناعي فيه شكل خطر كبير جدا على البشريه، ولكن شكل الخطر الكبير على البشريه ان الذكاء الاصطناعي البشر سمحوا لانفسهم ان هم نقدر نقول من عنوان اسم الفيلم اصلا ذا كرييتور، اللي هو مش عايز اقول لك الخالق او الصانع، سميها زي ما تسميها، ولكن فكره ان احنا البشر قدروا يتوصلوا في الزمن البعيد والمستقبل البعيد ان هم يعملوا اختراع ذكاء اصطناعي بشكل كبير بروبوتات بشكل بشر. والبشر دول هم روبوتات طبعا في الاول في الاخر، بشر ما لهمش روح، بشر مبرمجين زي ما بنقول، ولكن بشر فيهم احاسيس، فيهم مشاعر، فيهم حاجات كتيره جدا الانسان وهو بيحسها بيبرمجها في الذكاء الاصطناعي ده. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ لو انت ما اتفرجتش على الفيلم اترك لك الاجابه، واترك لك التجربه، واترك لك ان انت تعيش مع الفيلم ده
حاجه ما عشتهاش تقريبا من مده طويله جدا جدا في فكره الذكاء الاصطناعي وخطورته والضجه اللي عملها خصوصا اخر سنه ونص. الفيلم ده مقدم لك عالم بشكل كبير زي ما بنقول عالم وردوي، عالم وحشاوي، عالم سوداوي، ولكن كل ده على حسب تجربه واحد في الفيلم، وده اللي هنجيله طبعا معانا في الكلام بشكل مباشر واسترسال قدام. الفيلم ده تحسه جاي في الوقت الصح للامانه، ولكن اتمنى ياخد حقه من الصيت والشهره بالشكل الكبير وبالشكل الكافي، وينجح على مستوى المالي او على مستوى الجماهيري ان هو يتشاف بشكل كبير. لان الفيلم ده الصراحه حابب اختصر لك تجربتي في عديد من الكلمات، ان الفيلم ده ملموس، في مشاعر. الفيلم ده انا فهمته وحسيت فيه للامانه. الفيلم ده اهم حاجه هتخرج من الفيلم وتفهمها ان مش مهم المنطق في اي حاجه، المهم الحب. انا فاهم ان انت في الكلمه دي دلوقتي ممكن تقول لي هو الفيلم ايه علاقته بالحب دلوقتي، ولكن عايز اقول لك ان الفيلم ما بيقدمش اي حاجه بشكل منطقي، ولكن لو انت بصيت عليها بشكل كبير وبشكل من بره هتفهم قد ايه الحب ممكن يخليك تعمل اي حاجه في الدنيا. ده تجربتي وملخص تجربتي في الفيلم ده للامانه، من المشاعر والاحاسيس اللي وصلتني من تجربتي، ومن بعد ما الفيلم خلص فهمت واسترسلت رساله الفيلم وصلت معانا لغايه فين للنهايه. عامل التمثيل في الفيلم كان جيد جدا ويرتقي الممتاز في بعض الاحيان. جون دافيد واشنطن والبنت اللي معاه شالوا الفيلم يا جماعه، شالوا الفيلم. الرحله اللي خدوها من البدايه لا كانت رحله كبيره وعظيمه، وانا حبيت الرحله بتاعتهم للامانه. والفيلم ده واحد من الافلام اللي هو انت حابب وانت بتتكلم عليه وبتشيد عليه بشكل كبير ما تكونش بتطبل وتقول كلمه واحده ومختصره ومش بتقال على عديد من الافلام. الفيلم ده انا حابب اتفرج عليه مره واثنين وثلاثه. قد ايه الفيلم ممكن ياثر فيك او قد ايه الفيلم ممكن تحبه، هو النوعيه دي من الافلام. ولكن عندي عليه بعض الملاحظات البسيطه ومش هقولها بشكل حرق، ولكن الفيلم ده انا حسيت ان العامل الدرامي فيه على قد ما كان قوي وزي ما ذكرت لك في البدايه، ولكن ما خدش حقه كبير، او زي ما اقول انا كنت حابب اخد وقت كبير في العالم ده. يعني الفيلم ده لو كان وصل معانا لساعتين ونص كان هيكون بشكل كبير قدر يغطي اجزاء كتيره جدا او بعض الملاحظات او تقدر تسميها بعض العيوب، خصوصا في بدايه احداث الفيلم اللي انا كنت حابب ان احنا ناخد فيها وقت كبير جدا في الشروحات، او ان احنا ناخد العامل الدرامي زي ما نقول على الهادي، لان الريتم بتاع الفيلم سريع ودي حاجه مش ممله. انا ما حسيتش ان الفيلم ده ساعتين و13 دقيقه، انا حسيت الفيلم ده بعد ما اخرج عليه واتشيك كده على اللونج تايم بتاعه او الران تايم هحسه مثلا في رينج مثلا الساعه وال45، لكن ساعتين و13 دقيقه وما حسيتش بالوقت. شابوه للممثلين، شابوه للقصه، شابوه للتيمبوهات والفايب والمخرج ازاي مصور معانا احداث الفيلم، ان هو مخرج مش كبير، مخرج زي افلام جودزيلا، ولكن ادار الفيلم بشكل جيد. وفيلم ما كانش حد يسمع عليه ولا انا شخصيا من بعد كده اوبنهايمر وباربي وميشن امبوسيبل وعديد من الافلام والمسلسلات طلع معانا فيلم ذا كريتور. وحابب اقول بشكل كبير ان انا مبسوط من تاجيل فيلم دون الجزء الثاني. لو كان نزل معانا السنه دي كان هيغطي على الفيلم ده بشكل كبير وما كانش حد هيديه وقت الاهتمام الكبير، خصوصا في فئه افلام الساي فاي، افلام الخيال العلمي. يعني انا السنه دي عندنا فيلم ريبل مون وفيلم ذا كريتور، ما اظنش ان احنا كان عندنا حاجه تانية خيال علمي غير مسلسل سايلو. غير كده السنه دي كانت اصلا سنه الاكشن باكتساح، واخرهم فيلم اكسباندلز الجزء الرابع، فيعني صباح الفل. وبمناسبه فيلم ذا كريتور في عامل مشترك ما بينه وما بين فيلم دون، وهو طبعا اي موسيقى تحس انها بتبقى ملموسه معاك بشكل كبير تعرف ان هانز زيمر وراها. طبعا في عديد من الكومبوزر المختلفين في هوليوود، ولكن هانز زيمر تحس ان هو بيختار الاعمال بشكل كبير بدقه وبيبقى مجبور في اكبر الاعمال. يعني هو السنه دي عندنا فيلم ذا كريتور والسنه الجايه فيلم دون. لا يعني هانز زيمر لمسني جدا في الموسيقى بتاعت الفيلم ده بشكل كبير. مش عايز اطول عليكم للامانه، لو انت ما اتفرجتش على الفيلم دي تقدر تقول عليها مراجعه بدون حرق، فتقييمي اللي في النهايه هو 9 من 10، مش تحنيكه ولا حاجه. كنت حابب اقول 10 من 10 عشان ما اقول وداعا للحنيكه زي ما بنقول، ولكن حسيت ان انا كنت ممكن اخد اكتر وقت في العالم ده، ولكن ده ما حسيتوش، فهقول 9 من 10 كافيه ووافيه قوي للفيلم ده بناء على تجربتي. وزي ما قلت لك اهم عامل في الفيلم ده بالنسبه لي هو اعاده مشاهدته مرارا وتكرارا عشان تشوف تجربتك وصلت معاك لانهي اتجاه او ليفل زي ما بنقول. طب حابب اقول نقطه حرق بسيطه كده في نهايه الفيديو عن تجربتي وملخص تجربتي عن الفيلم للامانه، الا وهي دي تجربتي ورؤيتي الشخصيه وفهمي لرساله الفيلم.
فهمي ورسالة الفيلم ان الحب ممكن يعمل حاجات كتير جدا والمنطق مش مهم. انا عارف ان انا دلوقتي تقريبا قلبت على يعني اذاعة الحب على الراديو، ولكن ده ملخص التجربة للامانة في عنوانين 3. ولكن لو حابب اشرح اكتر فكرة ان انت الشخصية الرئيسية تايلور وهي والفي اللي بنعيش معاهم معظم احداث الفيلم، وازاي تايلور في بداية الفيلم حاجة وتايلور في نهاية الفيلم حاجة تانية. تايلور في بداية الفيلم كان جاسوس على شعب آسيا، الشعب اللي بيصنع الذكاء الاصطناعي وبيطوره وبيحبه وبيحب البشر الآليين بشكل عام، وهو جاي جاسوس من الجيش الأمريكي عشان يغيروا أو يعملوا غارة على المكان ده ويدمروه بشكل كبير، بسبب طبعا حادثة القنبلة النووية زي ما قلت لك في بداية الفيلم، واللي على أساسها بدأت الحرب دي بشكل كبير. وإزاي حاول يهرب هو ومراته، لأن مراته بشرية ومراته حامل في بنت، ولكن الموضوع ده فشل لما مراته اكتشفت الحقيقة واكتشفت إن هو جاسوس. وإزاي الموضوع انقلب معانا رأسا على عقب، إن أنت وهو بيرجع تاني وخلاص كان اكتشف ان مراته ماتت بسبب القنبله اللي الجيش رماها زي ما بنقول، ولكن اكتشف ان مراته عايشه ومراته هي القائده في الاساس، وان الجيش ضحك عليه. يعني هو كان بيفتكر لما هم ودوه في المهمه دي بناء على احداث الفيلم ان هي ابنه القائد، ولكن في احداث الفيلم تباعا قدام في الاحداث اكتشفنا ان هي بقت القائد الجديد، اللي هو تقريبا على حسب المسمى ان ما كنتش يعني هغيب او اقول الكلمه غلط، نرماتا زي ما بنقول. نرماتا في الفيلم ده هي كانت مراته واللي كانت حامل في ابنه او بنته، ولكن ما اكتشفتش الموضوع ده. وازاي ان هو رايح بقى للمره الثانيه لشعب اسيا ولكن مش كجاسوس، كجندي، وازاي بيكتشف ان سلاح الفا ده في شكل بنت صغيره، في شكل بنت صغيره ممكن تقدر تستولى او يعني تقدر تقول تتحكم في كل حاجه. بالمختصر البسيط شخصيه سايبورغ في عالم دي سي هي اللي بتتحكم في كل حاجه ولكن بشكل آلي. يعني انت شخصيه سايبورغ في عالم دي سي كان بشري، ولكن بعد كده اتحدت مع المذر بوكس فبقى آلي بشكل كبير اللي هو سايبورغ. ولكن ألفي في الفيلم ده او سلاح الفا هي آلي بشكل كبير، ملهاش روح، ملهاش يعني لو ماتت تقدر ترجع تاني زي ما بنقول، هي متبرمجه. وازاي كلمه متبرمجه شوف استخدامها في بدايه الفيلم لما حاول يهرب بمراته وابنه اللي هي كانت حامل فيه، بتقول له ده شعبي، يعني انا ههرب ازاي؟ يقول لها دول كلهم متبرمجين ما فيهمش مشاعر، دول مش ناس حقيقيين، مش ناس حقيقيين. ازاي نفس الجمله استخدمت عليه في نهايه الفيلم وهو بيحاول ينقذ ألفي، بيحاول ينقذ الذكاء الاصطناعي، البنت اللي متجسده في شكل السلاح الفا. ازاي نقدر نقول غدر او خان الجيش الامريكي او خان البشر زي ما بنقول، او خان الطبيعه البشريه في صالح الذكاء الاصطناعي او صالح الروبوتات البشريه. هو ده اسمهم في الفيلم، الروبوتات البشريه اللي فيهم مشاعر واحاسيس زي ما ذكرت لك في البدايه. الموضوع على فكره معقد ولكن متنفذ معانا في الفيلم بشكل مباشر، ما اظنش ان دي رساله خفيه. ازاي اصلا تيجي لك المنطق طب هو كده يعني بينقذ الذكاء الاصطناعي وبيختارهم عن طريق البشر؟ الموضوع ده ممكن اصلا تربطه في فيلم افاتار سواء الجزء الاول او الجزء الثاني، ازاي لما اختار شعب افاتار وساب البشر. يعني بص بتحاول تدخل الموضوع ببعضيها، هي قصه مش جديده ولكن احنا بنربطها بالموضوع واللي بيحصل في العالم اصلا بشكل عام بشكل حالي في الوقت الحاضر. فازاي ممكن الانسان بقى يخترع الذكاء الاصطناعي ويخترع الروبوتات البشريه ويحط فيها ذكاء ويحط فيها مشاعر ويحط فيها احاسيس، ولما يحصل خطأ او جليتش ما اللي هي القنبله النوويه فيقرر يقضي عليهم؟ طب ما انت دلوقتي نقدر نقول من عنوان الفيلم انت كرييتور او خالق او صانع، يعني انت متوقع ان انت لما تيجي تقضي عليه هيستسلم لك، فاكيد هيبقى فيه معركه فايت باك. وطبعا هتقول لي طب ما القنبله النوويه دي ايه؟ ما القنبله النوويه دي اللي هو كان الغلط واللي جت وضحى ساعتها مليون فقيد في لوس انجلوس بالنسبه لاحداث الفيلم ده، كل ده نتيجه برمجه بشري خاطئ، اللي هو في الاول وفي الاخر خطأ بشري مش خطأ ذكاء اصطناعي. انت نقله ذكائك بشكل كبير، يعني مش كل الذكاء طبعا، انت مش هتحاول تنقل الخلقه بتاعت ربنا تحطها في الآلة، وبتحاول تنقل له بعض المشاعر اللي انت يعني انت فاهمها عشان يحس بيها. انت في الفيلم ده هتشوف روبوتات بتعيط على روبوتات، ما تصدقش ازاي. هتشوف تحس ان انت بتتفرج على احداث 11 سبتمبر او احداث غزو امريكا للعراق، يعني سميها زي ما تسميها، انت هتحس ان انت تقول ويا جماعه الفيلم ده انا كنت داخل فيلم خيال علمي وساي فاي، الفيلم قلب معانا بشكل ملحمي بشكل كبير. ليه كده؟ هو ده تجربته ملخصه الفيلم. الفيلم الصراحه صدمت بشكل كبير وكان تجربه رائعه ومذهله. لو انت ما اتفرجتش على الفيلم وبرده اتفرجت على نقطه الحرق بتاع الفيلم، فيعني الفيلم ده ما يفوتكش.
فيلم من احد الافضل افلام 2023 وما كنتش عامل عليه حسابي بشكل كبير، وانا بقول الافلام القادمه معانا في 2023 هوب يطلع معاك فيلم محدش متوقعه تماما. وبس كده اعزائي المشاهدين، ده كان كل اللي عندي النهارده. انا فاكر تعمل لك الفيديو، اشترك لك وتشوف وتشجر سماك صور جديد. في النهايه كان معاك صديق عمي محمد، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.